يقال ان خلاص امام عاشور مضى في نادي المبادئ، وده لانهم اكتشفوا اسمه الحقيقي امام صالح سليم، وانه كان بيشتم جده عشان مشاكل في الورث. شايفك اللي واخد على خاطرك وزعلان وبتقول صالح سليم مش ناسينه. امام اسكت، انت لسه هتتكلم وتفكر ان ليك صوت؟ يا ابني صالح سليم نفسه جالها من زمن، الامور لا تدار من المدرجات يا خطيب. انت لسه بتكابر وفاكر انك ليك صوت وكده، وان ليك جزء مكتوب باسمك في النادي. يا دي انت مجرد حته تذكره لا راحت ولا جات. سامعك اللي بتقول محروق وان احنا هنربيه زي ما ربنا كهربا. خيب عليك وعلى الامانه اللي انت شايلها في جسمك يا سيد الفاضل. اللي ما يشوفش من الغربال يبقى مشجع مضحوك عليه. نعد مع بعض مشاكل كهربا ساعة لما كان الاهلي مأزمة معاه شوية. مشكلته مع كابتن الاهلي محمد الشناوي وصلت لتعدي بالايد. مشكلته مع سيد عبد الحفيظ، ومشكلته كمان مع محمد فضل من يومه بتاع مشاكل. بقاله 5 سنين قاعد على السطح بيشرب بن. بس الفرق بيني وبين حضرتك اننا على ايامنا كانت في مشاكل، في مشاكل، بس للأسف ما كانش فيه بطولات، عشان أغلب البطولات كانت متفصلة ليك. ولما جه عندك وحس في وقت ما إن ممكن يكون قراره غلط، بدأ يعمل مشاكل، لأن ده طبعه. لكن لما البطولات بدأت تيجي بدأ يهدى. فليتس نوت كيد اتش اذر، يعني بلاش نضحك على بعض. وعلى الجانب الآخر جمهوري العزيز، بلاش نكون مغيبين زي غيرنا ونفضل نردد إدارة وسخة ومش بتتحرك. أنا معاك، أنا نفسي شاكك إن مرتضى عميل أصلا، وعامل لك ليه حبة فيديوهات هوريك أصل الفساد وأساس الفساد فين في الزمالك ومين اللي وراه. لكن سؤال ليك، فين الفلوس اللي دخلت نادي الزمالك؟ فين البطولات والإنجازات؟ مفيش، ولو موجود فهي لا تكفي إلا للتعاقد مع روقة والسيسي وعم حامد بتاع اوضه اللبس. فكون امام ينزل لك صورتين ليه في حب نادي الزمالك؟ انا معاك انه زملكاوي وكده، بس الزملكاوي ده عايز فلوس وناديه عايز فلوس، مش جاي لك وبيقول لك هيت لك بالمجان. فمش هننساق خلف الوطنيه والمهلبيه وعايزين نحسبها صح. مين له يد في ده كله؟ هنعرف. استنوني لحظة اعلان الصفقة في مفاجآت. لايك وفولو. شكرا بجد لكل الدعم من الناس المحترمين ده. فوج راسي.